السلام عليكم. شقيقة أشرف حكيمي دارت الخطوبة في مدينة القصر الكبير. خليكم معايا تنيات الفيديو باش تفهموا التفاصيل وتعرفوا اشنو وقع، وما تنسوناش من لايك الفيديو. شقيقة أشرف حكيمي وداد دارت واحد الحفلة كبيرة في مدينة القصر الكبير. هاد الحفلة كلشي تيقول بأنها تخطبات أو لا دارت العرس كاع. كاينه واحد القناه اللي زوجاتهم كاع قالت لهم دارت الخطوبه والعرس والراجل ما حاضرش، وهذا الشيء كامل غير هضره وكلام، لانه الاخت ديال اشرف حكيمي والام ديالها كما كتشوفوا السيده سعيده الله يخلي لها وليداتها ويطول في عمرها. اشرف حكيمي ولد المغاربه كاملين، نجم من نجوم المنتخب المغربي الله يحفظه لميمتو ولعائلته. من بعد هذا الإنجاز الكبير اللي قاموا به المنتخب المغربي، داروا الأشرف حكيمي حفلة في مدينة القصر الكبير، ومنها كانت الأخت ديالو الشقيقة ديالو محتفلة ولابسة تكشيطة المغربية، والأم ديالها كتلوح عليها الغرامة. وهكا خداو الناس هذا الموقف بأنه الأخت ديالو راه دايرة الخطوبة ولا مزوجة كاع، وهي راه ما كاين لا خطوبه لا والو، هادشي كامل احتفال بالاخ ديالها، وهذه الام ديالها كتعلق لها الغرامه، فرحانه بهذا الانجاز اللي دار ولدها، وفرحانه ببنتها، محتفلين وعارضين على الناس ديال الحومه ديالهم، الناس ديال مدينتهم، وفرحوا معاهم كلهم. الله يخليهم ديما فرحانين وديما مجموعين، وراه ما كاين لا خطوبه ولا عرس، هذا غير الحفل ديال أشرف حكيمي، الإنجاز اللي حقه مع المنتخب المغربي.